الآن بالنسبة للقانون المناجم والمحروقات الجديد هذا اللي خرجوه، تشوف الحقيقة أنه الناس اللي راهم حاكمين، الفساد اللي راهو حاكم، العصابة اللي راهي حاكمة، باش يسلكوا روحتهم رايحين يبيعوا البلاد. لما تشوف أنه رجعنا للقانون هذا نتاع 20% للجزائر و80% للخارج، تعرف أنه فيه لعبة كبيرة يتصنع. علاش؟ لأنه ناخذ مثلا فقط، ناخذ غير مثلا فقط المثل تاع الذهب فقط. لو كان تاخذ الذهب فقط اللي راهو موجود بكثرة في الجنوب الجزائري ومعروف موجود ودراسات تعملت عندها زمان، تعرف أنه الناس هذو اللي راهي حاكمة الخطة الجهنمية نتاعهم أنهم يديروا شراكات مع الخارج، تجي شركة خارجية ياخذوا المارشي نتاع البروسبكشن تاع الذهب او تاع استغلال الذهب، فالشركة هذه تعطي لهم رويالتيز، تعطي لهم عائدات كبيرة جدا. هذا فقط فيما يخص الذهب. يعني خلي المعادن الاخرى كما المعادن اللي اورال ايرث، هذول اللي ما كاش بزاف منهم اللي يخدموا، اللي راهم يجريوا الامريكان باش ياخذوهم من اوكرانيا والصين. كما قلت في فيديوهات مسبقه في السابق عفوا، الصين رفضت انها يعني تصدر هذه المواد لانها مواد مهمه جدا بالنسبه للتكنولوجيا. فلما تشوف الشيء كامل اللي راهو صار، تعرف انه المخطط جهنمي. احنا العصابه هذه اللي راهي حاكمه، هذا الخونه هذول اللي راهم حاكمين واللي راهم يستغبيوا في الشعب، خاصه على راسهم تبون هذا اللي ما بصراحه يعني تبون الكذبون، اللي الكذب نتاعو ولا يعني عابر للقارات. يعني بالك الناس تفكر واش قال في الامم المتحده لما قال بلي الجزائر راح الماء تحلي بما مقداره مليار متر مكعب في اليوم. ولما نشوف الآن الخطاب نتاعو اللي راح لإيطاليا لما هضر وقال باللي الجزائر عندها أكبر شبكة طرقات في أفريقيا، وهذا غلط. الجزائر هي فقط، مع أن البلد أكبر في أفريقيا، إلا عندها الثامن شبكة تاع طرقات في أفريقيا. المالي خير منا، نيجيريا خير منا، كاين بلدان يعني صغيرة جدا خير منا. لما كان قال ذلك باللي كما قال ثاني باللي الجزائر عندها أفضل منظومة صحية في أفريقيا وفي العالم، لما قال بزاف حوايج تاع كذب. يعني في الحقيقة قد ما يكذب